في الفيديو ده معانا افضل الموبايلات اللي من 20 ل 30 الف جنيه، الفئه اللي ناس كتير محتاره فيها دلوقتي، وده لان الاسعار بتجرب جدا من بعض والموبايلات كتير وكل موبايل بيحاول يثبت ان هو الافضل، بس في الواقع ان مش كل موبايل في الفئه دي يستحق سعره فعلا. في الفيديو ده هنشوف مع بعض ايه الموبايلات اللي بتقدم قيمه مقابل سعر واللي فعلا تقدر تعتمد عليها لو بتدور على اداء قوي، كاميرات كويسه وتجربه متكامله من غير ما تدفع رقم مبالغ فيه. فخلينا نبدا بهدوء كده ونشوف ايه اللي يستحق فعلا يدير عليه افضل موبايل فئه متوسطه عليا في اخر 2025. فسريعا ما تنساش لايكك وسبسكرايبك ويلا بينا نبدا بالموبايلات اللي معانا. مبدئيا علشان وقت الفيديو المفروض ان انا كنت ارشح معانا موبايلين اللي هما الاونر 400 وكمان السامسونج A56، بس انا رشحتهم في الفيديو اللي فات، تقدر ترجع له من القناه مباشره او هتشوفه هنا من الاي اللي فوق دلوقتي. فادخل شوفوا الموبايلين فعلا قيمه مقابل سعر لو حابب انك تشتري حاجه في رينج ال 20000 مش اعلى من كده. ودلوقتي اول موبايل معانا هو الفيفو V50، وده لو بتحبوا موبايل خفيف على ايد وشاشه تشوف فيها كل حاجه بصراحه، فالفيفو موبايل خفيف ومريح، وزنه غالبا 190 200 جرام حاجه كده. وفي من نسختين، نسخه ظهرها جزاز ولونها ازرق ونسخه تانية بلاستيك ولونها رمادي، الاثنين تحفه بصراحه والجزاز شياكه اكتر. ومن ناحيه الشاشه فانت عندك شاشه كيرف هنا اموليد 6.7 انش و120 هرتز، تدعم معاك ال HDR10 بلس، وغير ده كله عليها حمايه من دايموند شيلد. فمن الاخر هتاخد الوان ممتازه، سطوع قوي بيوصل معاك برده لحد 4500 نتس، فمش هتقلق من ناحيه انك تحتاج تشوف شاشه موبايلك تحت اشعه الشمس المباشره. اما من ناحيه الاداء فالفي 50 هنا جاي من السناب دراجون 7 جين 3، وده هيقدم معاك بقى استخدام يومي او سوشيال او تصفح فيديوهات، تلعب العاب بجرافيك وفريمات متوسطه من غير ما تحس ان في لاج او الموبايل بيقف معاك، ولا الشغل اللي كنا بنشوفه في الموبايلات المتوسطه او الفئه الاقتصاديه. فمن حيث اداؤه هنا مش هتشوف معاه اي مشاكل. اما من حيث الكاميرات فانت عندك كاميرتين في الظهر هنا، كل كاميرا منهم 50 ميجا بكسل بتطلع لك صور كويسه جدا في النهار، وسيلف برضه 50 ميجا بكسل بتطلع لك برضه صور ممتازه في الاضاءه الكويسه. ولو انت بتحب تصوير الفيديوهات كتير فبرضه عندك اوبشن انك تصور فيديوهات 4K علشان طبعا تاخد كواليتي افضل. ولما نشوف البطاريه فالبطاريه هنا معانا كبيره 6000 ملي امبير اور، بتدعم سرعه شحن 90 واط، فحرفيا بتقعد بها يوم ونص او يومين لو استخدامك خفيف، وبتشحنها يمكن في نص ساعه او ساعه الا ربع حاجه كده. وسماعات الموبايل ده جايه ستيريو فهتاخد تجربه صوت كويسه، والبصمه جايه في الشاشه والمستشعر بتاعها سريع. ومن ناحيه المستشعرات فانت عندك كل المستشعرات الاساسيه اللي انت ممكن تحتاجها. وعيوبه بصراحه انه ما فيهوش منفذ 3.5 مللي، وده يعتبر خلاص حاله تاقلمنا عليها بالفئه السعريه دي. والتخزين بتاعه جاي من اليو اف اس 2.2 مقارنه يعني بموبايلات كانت اقل منه في السعر، وبرغم من كده كانت سرعه التخزين بتاعتها اعلى. وبرضه ما عندكش مكان لكارت ميموري علشان لو انت حابب انك تستخدم مساحه كتير فتعمل حسابك على نسخه بمساحه تخزينيه اعلى. ومن حيث سعر الفي 50 فانت عندك هنا منه نسخه واحده 256 مع 12 رام، ودي ب 21000 جنيه. الفي 50 هنا كان اصدار السنه اللي فاتت، لكن تعالى هنا مع بعضنا نعمل ابجريد للفيفو ونوصل للفيفو في 60، وده الموبايل الثاني اللي معانا النهارده، واللي هتلاقيه مميز اكتر من ناحيه التصوير والزوم الحقيقي مش السوفت وير، واللي بيقدم لك كاميرا تيليفوتو 3 اكس باو اي اس، ودي ميزه كبيره في الفئه السعريه دي عشان تاخد صور تحس انها جايه من الفلاج شيب اصلا. المهم هنرجع للكاميرا كمان شويه، وخلينا دلوقتي نتجه للديزاين اللي هتلاقيه شياكه بصراحه عن الجيل اللي فات. والشاشه بتاعته اموليد 6.7 انش، نفس الشاشه اللي فاتت 120 هرتز، هتاخد منها سطوع عالي والوان كويسه جدا، وده بفضل ان الشاشه هنا جايه اموليد. والاداء هنا اتطور شويه، وده بفضل المعالج السناب دراجون 7 جين 4 اسرع من الفي 50، وبيدي تحسن واضح في الاداء تحت الضغط اذا كنت بتلعب العاب تقيله او ضغط عليه في شغل او حاجه. ومن ناحيه الكاميرات فانت عندك كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بمستشعر من سوني، بجانب كاميرا ثانيه 50 ميجا بكسل تيليفوتو بتصور لك 3 اكس صور حقيقيه طبعا مع او اس، تاخد تفاصيل ممتازه في الزوم، وبورتريه طبعا ممتاز خاصه في النهار، هتحس انك واخد صور بكاميرا ديجيتال. بجانب ده كله عندك امكانيه انك تصور فيديوهات 4K. ومن ناحيه البطاريه فالبطاريه كمان عليت معانا شويه هنا، وهي 6500 ملي امبير مع نفس سرعه الشحن العاليه ل 90 واط، فالبطاريه هتقدم معاك اليومين مرتاح. وصوت الموبايل ستيريو والبصمه تحت الشاشه، وكمان عندك المستشعرات كلها موجوده. عيوبه بس انه ما فيهوش مكان للكارت ميموري، فتعمل حسابك على النسخه التخزينيه اعلى لو بتخزن يعني داتا كتير. ومن حيث الاسعار فالفي 60 هنا عندك منه نسختين، النسخه ال 256 مع 12 رام ودي ب 24500 جنيه، والنسخه الثانيه ال 512 مع 12 رام فدي ب 27000 جنيه. وخلينا دلوقتي نتجه لثالث موبايل معانا هو الشاومي 15 تي، وده لو انتوا عايزين اداء خام ومستوى شاشه سينمائي فلا الشاومي 15 تي هنا هيكون قوي في الحتتين دول. وده لان الشاشه هنا 6.8 انش اموليد، الكواليتي بتاعتها 1.5K اعلى من الفول اتش دي اصلا، فهتحس وانت بتتفرج على فيديوهات او بتشوف مسلسلات كانك اصلا في سينما. ده غير ان ال 120 هرتز هنا هتلاقي استجابتها وسلاستها ممتازه معاك. ومن ناحيه الاداء فانت عندك معالج الشاومي 15 تي جاي من دايمنسيتي 8400 الترا، وده هيديك اداء قوي جدا في الالعاب او الابلكيشنز الثقيله. ده غير ان الذاكره بتاعته جاي من ال LPDDR5X، وسرعه التخزين من UFS 4.1، فدي بتخلي فتح التطبيقات والتحميل الملفات سريع جدا. فاذا كان العاب او استخدامك لبرامج ثقيله فمش هتقابل مشاكل الا لو تحت ضغط تقيل جدا بصراحه.
اما من ناحيه الكاميرات فانت عندك شاومي هنا عامله تعاون مع لايكا، عندك كاميرا 50 ميجا بكسل ودي كاميرا اساسيه، والكاميرا الثانيه برضو 50 ميجا بكسل ودي بتدعم تيليفوتو وبتدعم لك تصوير زوم بورتري طبيعه عادي لحد 2 اكس، فتاخد منها صور بورتري كويسه لحد ما، بس مش افضل من الفي 6 اللي احنا اتكلمنا عنها. اما الكاميرا الثالثه فدي كاميرا 12 ميجا بكسل ودي خاصه بالتصوير الالترا وايد والزاويه الواسعه لو انت بتحب النوع ده من الصور، وفي الحالات كلها انت عندك مثبت بصري علشان لو بتصور فيديوهات او بتصور الصور تكون ايدك ثابته ما تتهزش كتير. بجانب ده كله الكاميرات بتدعم لك تصوير فيديوهات لحد 4K 60 فريم في الثانيه، فما عندكش حجه انك تعمل محتوى. ولما نشوف حاجه ثانيه زي البطاريه فهتلاقي البطاريه 5500 ملي امبير، بتدعم سرعه شحن 67 واط، وسرعه الشحن هنا سريعه مع اداء البطاريه كويس، لكن مش بنفس الضخامه اللي عند بعض المنافسين زي اللي اتكلمنا عنهم الفي 60 والفي 50، وبرده سرعه الشحن كانت اعلى بشويه حلوين. والسماعات هنا ستيريو، هتاخد صوت بكواليتي ممتازه هتفيدك بصراحه من حيث الاجواء المحيطيه وانت بتلعب او حتى لو بتسمع مسلسل او فيلم. عندك كمان بصمه تحت الشاشه وسريعه معاك، وعيوبه بس انه ما فيهوش كارت ميموري كالعاده، يعني تعتبر اغلب الموبايلات ما بتقدمش كارت ميموري في الفئه السعريه دي. والبطاريه ساعتها 5500 ملي امبير، تحس انها اقل شويه لو انت استخدامك تقيل حبتين، ممكن تقدم معاك اليوم مرتاح لكن ما تقعدش معاك اكتر من كده. وعندك منه نسختين، النسخه 256 مع 12 فدي ب 25000 جنيه، والنسخه 512 مع 12 رام فدي ب 27000 جنيه. فلما نسيب شاومي فخلاص كده نروح لشركه ريلمي، وهنا هتلاقي معانا الريلمي 15 برو. وهنا انا بكلمك في موبايل يعتبر فيه اقوى بطاريه في الفئه السعريه دي، واللي جايب 7000 ملي امبير اور، فده رقم كبير يعيشك يومين مرتاح من غير ما تحس ان الموبايل بيفقد شحن بسرعه. ومع البطاريه دي شاحن 80 واط هيشحن معاك بسرعه، بس مع سعه البطاريه الكبيره هتحس انه بيطول معاك وده طبيعي. ولما نيجي من ناحيه الديزاين والشاشه والكلام ده كله فهنشوف مثلا الشاشه عندك جايه اموليد والكواليتي بتاعتها 1.5K، وبيوصل الريفرش ريت بتاعها لحد 144 هرتز، لكن فعليا بيوصل معاك لحد 120 هرتز في معظم الابلكيشنز يعني. والسطوع بتاعه هنا عالي وهتاخد تجربه عرض عليه ممتازه. ولما نشوف المعالج فهتلاقي المعالج هنا جاي من سناب دراجون 7 جين 4، نفس المعالج اللي شفناه في الموبايل اللي فات الشاومي 15 تي، بس هنا مع سرعه تخزين اقل شويه وهي اليو اف اس 3.1، فمش هتلاحظ فرق كبير يعني، فهتاخد اداء متوازن ما بين الاداء والكفاءه، وسلاسه فعليه في الاستخدام برضو بفضل 144 هرتز، فلو ضغطت عليه في الالعاب او حتى في الاستخدام الموبايل مش هيقصر معاك. ومن ناحيه الكاميرات فانت عندك الكاميرا الاساسيه هنا 50 ميجا بكسل ودي جايب مستشعر من سوني، وبتدعم طبعا المثبت البصري الاو اس. وعندك كاميرا ثانيه 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الخاصه بالالترا وايد، لكن ما عندكش هنا كاميرا تيليفوتو زي الموبايلات اللي احنا اتكلمنا عنها، وده طبعا يعتبر عيب لان اغلب الناس دلوقتي بقت تتصور تيليفوتو، يعني حتى انت هنا لو حاطط لي تيليفوتو بس سوفت وير فاكيد مش هاخد نفس الكواليتي اللي موجود فيها كاميرات اصلا تيليفوتو. ولكن من ناحيه التصوير الالترا وايد هنا فالكاميرا ال 50 ميجا بكسل هتاخد منها تفاصيل كويسه لو بتحب الصور الواسعه، وعندك الكاميرا الاماميه هنا 50 ميجا بكسل هتاخد منها كواليتي محترمه وتفاصيل كتير في الصور. وعندك بقى مواصفات الموبايل زي ان سماعات ستيريو هتاخد منها صوت كويس، والبصمه تحت الشاشه، وعندك كل المستشعرات اللي انت تحتاجها، وعندك برضو مايك اضافه لعزل الدوشه. وعيوبه ان الفريم بتاعه بلاستيك، فمع صدمات هتحس بالخربشه عليه او ان شكله مش كويس مع الوقت. وعندك هنا منه نسخه واحده وهي 256 مع 12 رام ودي ب 26000 جنيه. فلو لاحظت ان الموبايل ده بيركز على البطاريه اكتر واداؤه برضو مش وحش، مع دعم برضو للمستشعرات اللي انت محتاجها كلها، وكمان في NFC واي ار بلاستر، لكن من ناحيه تانية زي الكاميرات فهتلاقيه مش مركز عليها شويه، بس برغم كده برضو تقدر تصور فيديوهات 4K، دي معلومه ما كنتش قلتها يعني، وبيوصل معاك لحد 60 فريم. اما لما نشوف الموبايل الخامس معانا فهنلاقيه من شركه اوبو وهو الرينو 14. والرينو 14 هنا لو انت عايز خامات كويسه وعدسه تيليفوتو تاخد بيها صور واقعيه والبورتريه بتاعها طبعا ممتاز، فالموبايل ده هيقدم لك توازن خرافي من ناحيه كل حاجه. من ناحيه مثلا الديزاين اللي جايب خامات من الجزاز وفريم من الالومنيوم، فهيديك احساس فخم كده وانت ماسكه، والشاشه 6.6 انش بدقه ممتازه بتوصل معاك لل 120 هرتز، فتاخد منها الوان مشابهه محترمه وسلاسه في الاستخدام بفضل 120 هرتز. اما من ناحيه الاداء فالمعالج هنا جاي من دايمنسيتي 8350، وده هيديك اداء قوي فعليا في الفئه السعريه دي، وهيقدم معاك في استخدامك اذا كان استخدامك تقيل او خفيف او بتلعب العاب بجرافيك عاليه، فمن ناحيه الاداء فما تقلقش خالص. اما من ناحيه الكاميرات فانت عندك في الظهر من ورا كاميرتين، الكاميرا الاساسيه 50 ميجا بكسل ودي جايب مستشعر سوني، والكاميرا الثانيه 50 ميجا بكسل ودي اللي بتدعم التليفوتو لحد 3x.5، يعني تعتبر 3.5x، فهتاخد زوم عملي من غير ما تخسر تفاصيل او كواليتي. من حيث تصوير الفيديو فالموبايل هنا بيقدر يصور لك 4K وكمان بيدعم لك الدولبي فيجن، فانت كده عندك اداء متكامل من ناحيه الكاميرات ومن ناحيه المعالج، وكمان لحد دلوقتي الخامات تحفه. اما لما نيجي نشوف حاجه زي البطاريه فبرضه لا هتلاقيها كويسه. البطاريه هنا 6000 ملي امبير اور وبتدعم سرعه
شحن 80 واط، فانت واخد توازن ما بين سعه وسرعه الشحن، فهتمشي معاك اليوم واليوم ونص مرتاح. وسمعت الموبايل ده جاي ستيريو، والموبايل ده كمان جاي ب3 مايكات علشان تحسن لك الصوت في التسجيل، علشان لو كنت بتصور فيديوهات فتاخد صوت نقي من المايكات، والموضوع ده هينفعك اكتر مع تصوير الفيديو لو انت منشئ محتوى. وعندك البصمه جايه تحت الشاشه، وعندك برضو كل المستشعرات اللي انت عايزها، عندك NFC. والحلو هنا ان الموبايل بيدعم لك الاسم عشان لو انت مش حابب انك تستخدم شرايح فيزيكال. عيوب ما فيهوش كارت ميموري، وسطوع الشاشه تحت الشمس مش الاعلى مقارنه بباقي المنافسين اللي احنا اتكلمنا عنه. وعندك هنا منه نسخه واحده وهي 256 مع 12 رام، ودي ب 27000 جنيه. اما الموبايل الساتت والموبايل الاخير معانا وهو الاونر 400 برو، وده لو نفسك من الاخر في تجربه قريبه من الفلاج شيب بس مش عايز تدفع زياده كبيره، فاونر 400 برو هنا هيكون مجربك لده جدا. وده بفضل المعالج سناب دراجون 8 جين 3 هيديك اداء قوي جدا في الالعاب والمونتاج والابلكيشنز الثقيله، وممكن يسخن منك شويه تحت الضغط، لكن في كل الاحوال اداؤه ممتاز. وشاشته 6.7 انش اموليد، وجايه مع كيرف خفيف كده لو ملاحظ، وبتدعم لك 120 هرتز يعني سلاسه في الاستخدام، والسطوع بتاعها عالي، وبتدعم لك ال HDR 10 بلس، فتاخد كواليتي من الشاشه دي ممتازه. حتى لو انت بتصور هتلاحظ الكلام اللي انا بقوله ده. ومن ناحيه الكاميرات بقى فما حبوش يقصروا معاك ويدوك كاميرات محترمه. عندك الكاميرا الاساسيه هنا 200 ميجا بكسل، وبتدعم لك الاي اس، مع الكاميرا الثانيه ال 50 ميجا بكسل، ودي الكاميرا الخاصه بالتليفوتو، وبتدعم لك تصوير لحد 3x بورتريه. ده غير انك هتاخد الوان مشابهه من الصور، فتحس انك اصلا ماسك موبايل فلاج شيب مش موبايل فئه متوسطه عليا. وبرضه بتدعم لك زوم ديجيتال لحد 50x. اما الكاميرا الثالثه فدي 12 ميجا بكسل، ودي الخاصه بالالترا وايد علشان لو انت حابب تصور صور واسعه. ومن ناحيه الكواليتي برضه فما حبوش ان هم يقصروا معاك، فحط لك ال 4K هنا، وكمان بيدعم لك الدولبي فيجن، وبيوصل معاك ال 4K لحد 60 فريم في الثانيه. فانت واخد كاميرا متكامله حرفيا بسعر الموبايل ده. نروح بقى نشوف البطاريه، فهتلاقيها هنا 6000 ملي امبير، بتدعم لك سرعه شحن 100 واط، وبتدعم سرعه شحن وايرلس 50 واط، ودي تعتبر اصلا من اعلى سرعات الشحن اللي احنا رشحناها في الفيديو ده. كمان عندك صوت ستيريو، بصمه تحت الشاشه، مستشعرات متكامله طبعا كلها، والموبايل بيدعم لك الاسم، بس عيبه انه ما فيهوش مكان لكارت ميموري، والفريم بتاعه من البلاستيك، بس متين هيستحمل معاك شويه صدمات. وبالنسبه لسعره فانت عندك هنا منه نسخه واحده وهي ال 512 مع 12 رام، ودي ب 32000 جنيه. وكده كنا رشحت لك افضل موبايلات حرفيا اللي ممكن تشوفهم في الفئه السعريه دي اللي من 20 ل 30000 جنيه. ولو عايز موبايلات اقل من كده في السعر فادخل دلوقتي على القناه، هتلاقيني عامل لك 4 فيديوهات بدايه من 5000 جنيه لحد 20000 جنيه، تقدر تدخل على اي فيديو وتختار الموبايل اللي مناسبك في اي فئه منهم. وعلى طول دلوقتي عايزك تنزل تكتب لي تحت في الكومنتات انت استخدامك وميزانيتك كام، وانا هرشح لك الموبايل المناسب ليك. ولو انت طلعت من ترشيحات الفيديو ده مستفيد اي معلومه، فما تنساش اخوك طبعا باشتراكك في القناه وتفعل الجرس وتضغط لايك الفيديو لان ده مهم جدا عندي، وعشان ما ترجع عليك اكتر من كده فاشوفك الترشيح الجاي. سلام.